الفصل الأول. لون الحب أسود. أول سؤال كان عن لون الحب. سيكولوجية علم نفس اللون بتفهمك حاجات كتير مرتبطة بالألوان، ودلالات كل لون بتعبر عن شخصية اللي اختار اللون ده حسب عدة دراسات. فاستخدمت دلالات الألوان للوصول لوجهة نظر شبه كاملة عن نظرة الضيوف تجاه الحياة وكل جوانبها، مش بس الحب. سيكولوجية الألوان. علم نفس اللون. علم نفس اللون يجمع بين اللون والعواطف، أي تأثير اللون على المشاعر. لهيك من المهم تتعرف على أساسيات علم نفس الألوان قبل لا تبدأ في تحديد أفضل الألوان لديك. كل لون بيثير مشاعر محددة بداخلنا، وبمجرد فهم سبب هذا التأثير حتقدر تسخر الألوان الصحيحة في فراغاتك بكل أريحية. اللون الأزرق بيتمثل في البحر والسماء، بيثير مشاعر الهدوء والصفاء. يؤثر اللون الأزرق على ذكائنا وقدراتنا على التركيز والتفكير. لون ملهم بيعزز الأداء المهني. اللون البنفسجي بيرتبط تاريخيا بالملوك لاستخراجه من أعماق البحار، واليوم بيخلق شعور بالثروة والنجاح، أي شعور بالفخامة. بيرتبط بالوعي الروحي والحكمة ومعرفة الذات، بيشجع على التفكير العميق والتأمل. لون راقي فخم بيعكس مشاعر الهدوء وأحيانا الوحدة والاكتئاب حسب نسبة الاستخدام والدرجة المختارة. اللون الأبيض لون الملائكة، بيدل على النقاء والنزاهة والخير والبراءة. بيخلق الشعور بالسلام والنظافة والأمل. يعني استخدم هذا اللون لما تريد الشعور بالسلام والأمان. اللون الرمادي من الألوان الحيادية، بيتناسب مع جميع الألوان، وهو ناتج من دمج اللون الأسود مع اللون الأبيض، لهيك لا يعد لون بحد ذاته. من دلالات هذا اللون على النفس الشعور بعدم الرغبة والتميز أو حب الظهور. بيميل تأثيره إلى الحزن والاكتئاب، ويشير إلى التردد والوحدة والانطوائية، وكذلك عدم الوضوح. الفصل الثاني. مشاكل الحب. الحب مرتبط بالمشاكل والصراعات والحلول للوصول للسكينة والراحة. فكل مشكلة وكل ذكرى سواء وحشة أو حلوة في أي علاقة بتعلمك حاجة. ولو كانت إجابتك إن في مشاكل ما بتتحلش، فغالبا نسبة نجاحك في العلاقات قليل، إلا طبعا بعض المشاكل اللي هنستثنيها زي الاستغلال أو الخيانة إلخ. المشاكل ممكن تتحل ما بين الاتنين، بس لو الاتنين دول ليهم فكر وفهم. يعني هم لو ناضجين بما فيه كفاية هيعرفوا يحلوا أي مشكلة بالهدوء بالتفاهم بس. بص يا اسطى، هي الحاجة ديت تعتمد على سلوك الشخص ذات نفسه. اقول لك سلوك الشخص ذات نفسه ازاي. يعني مثلا ممكن يكون في اتنين بيحبوا بعض فشخ فشخ بقى فشخ، اللي هو لدرجة حرفيا ما يقدروش ان هم يستغنوا عن بعض، ويجي بسبب حاجة حصلت والعند ومش عارف ايه وبتاع، ده هو يركب دماغه وهي تركب دماغها، هوب حوار خلاص. يعني انت قصدك يعني فبيبقى ان الموضوع تختلف. ما بيجيش من الموقف نفسه، بيجي من تكبيره. بتيجي من تكبيره بالظبط. أي مشاكل عامة بالنسبة لي بتتحل في فترة الارتباط. مم. بس هي في أشخاص ما عندهمش موضوع إن أنا أقعد مع الشخص اللي أنا معاه المشكلة اتفاهم. وأتفاوض وأقول له فاهم وأتفاهم معاه فعلا. وفي ناس لا عندها الموضوع عادي. فأنت وحظك على حسب شريكة حياتك. فلو مثلا هي عندها فكرة ان انا اقدر اقعد معاك وانا متضايق منك واقول ونتفاوض انا وانت، فده حاجه كويسه جدا، ربنا رزقك بحاجه حلوه. انما لو عكس كده فانت هتضطر تلجأ للاساليب التقليديه اللي ساعات انا بحسها مش بتظبط. فبس بالنسبه لي المشاكل في العلاقات فتره الارتباط بتتحل عادي جدا. ما في ما تحلش يعني. ليه؟ حاجة زي الخيانة دي أنا يعني إيه يعني إحنا نستعبط. انت مثلا كولد او كبنت، او كبنت لازم انتوا الاتنين توصلوا لحل. مش لازم تفضوا رأيكم دايما على طول، تفرضوا رأيكم على التاني بس. الفصل الثالث. هل ممكن تسامح في الخيانة؟ الخيانة ممكن تيجي بأكتر من طريقة، سواء إن حد يبيعك عشان فلوس أو يبيعك عشان مشاعر مش حاسسها معاك أو لشهوة. وفي كل الحالات الخيانة هي أفظع شيء ممكن يحصل لك في علاقة، ولكن إجابتها مش ثابتة. ممكن تعلقك بشخص أو إنك عاوز تكون متسامح على الأقل بيخليك توافق إنك تدي فرصة تانية. وهنا كان سؤالي للضيوف عشان أعرف هل معظمنا هيحكم عقله ولا قلبه لما تيجي سيرة الحب في الموضوع. هل مم. ممكن تسامح في الخيانة؟ اوه شيت.
سؤال رشق ده سؤال رشق في الصميم ده الصراحة، سؤال ذكي. لا تفاصيل. يعني انا ما اقعدش مثلا احب مثلا في البنت واديلها كل اهتماماتي كل حياتي، وحرفيا نبقى مع بعض سنين السنين، وفجأة اشوف في لحظة انها تخوني. مم. طب ليه؟ انا بتكلم يعني بقى في حتة ان انت تسامح من ناحية الحب دي بقى، ان انت عشان بتحبها مستحيل، فتسامح، فاهم؟ مستحيل حتى لو ايه، مستحيل. لا من وجهة نظري انا ما اقدرش اسامح في الخيانة. والله انا ماشي بمبدأ انه لا يلدغ يعني لا يلدغ مسلم او مؤمن من جحر مرتين. الفصل الرابع، الصداقة. الصداقة جت عشان تكسر الجانب العاطفي في محادثتي مع الضيف، وتبعد تفكيره عن الحب عشان أعرف إجابة سؤال واحد من التلاتة اللي جم في الفقرة دي، وهو سؤال التفضيل، واللي أغلب الضيوف حاولوا يتجنبوه أو يغيروا صيغته، ولكن في كل الأحوال كانت بتيجي الإجابة، واللي كنت عاوز أعرف إجابته هنا مش السؤال نفسه، وإنما هل الحب يمنعك تقول رأيك في اللي بتحبهم؟ الفصل الخامس، الأسئلة البديلة. الأسئلة البديلة واللي كان أولهم والوحيد اللي حطيته لسبب هل ممكن تستغنى عن الحب؟ سؤال غريب وإجابته متوقعة، ولكن إجابتي الشخصية مختلفة فيه. الحب بالنسبة لي ممكن الاستغناء عنه كشخص عشت من غير حب أصدقاء أو حب بنت لفترة كبيرة تتعدى ممكن ال5 سنين من حياتي، اللي هم حوالي نص فترة طفولتي من أول ابتدائي لسادس ابتدائي. ممكن حد يشوف حاجة زي كده صعبة، ولكن لاحظت إن الفترة دي غيرت في منظوري للحب بشكل عام. الحب مش حاجة بنحتاجها، الحب حاجة عاوزينها، ودايما العوزة ما بيجيش من وراها غير وجع القلب ووجع الدماغ. مش بقولك أي حد بيحبك ارميه في الزبالة، بالعكس أنا عاوزك تتمسك بيه، لأن قليل اللي يحب حد بصدق الفترة دي. بس لو حسيت إن في حد مبقاش يحبك زي الأول، خلي ده آخر اهتماماتك. الفصل قبل الأخير، السؤال الأخير. السؤال الأخير ما كانش وراه سؤال تاني، كنت بس عاوز أسمع الحب في جملة بالنسبة للضيف عبارة عن إيه؟ الحب ممكن يكون الشخص السيء وممكن يكون الشخص الحلو. الحب بيبقى نقي يا اما متعكر. دبلة وخاتمة صح؟ تفاهم، احترام، اهتمام. الفصل الأخير، بين الحب. في رأيي أنا بكل الأذى والشر المتغطي في صورة خير فيه، بكل الكذب وتجميل الذات اللي فيه، بكل الوحدة وانعدام الأمل والذل اللي فيه، لون الحب أسود. اللون الأسود لون الفخامة والأناقة، بيشعرك بالقوة والغموض في حالات كتيرة، بدل على الموت والحداد. كل اللي شفته من صفات للون ده، لو شلت الصورة الجمالية اللي في دماغك وحطيت مكانها واقع بتشوفه وبتعيشه، هتكتشف إن ده صح. سواء التخلي عنك جه من باب الدين أو من باب إنها بتفكر في حد تاني، سواء من أهل أو من كلام اتقال عنك، لو فكرت في كل واحدة من دول هتلاقيك شخص غير مرغوب فيك من الطرف التاني، بس بيوصلها لك بطريقة جمالية أكتر. مش معنى كده إن كلها كدب، بس أكترها كدب. المشاكل بتتحل بس بتسيب فيك علامة، علامة ممكن تخليك مستحلف للشخص ده ومستني له الغلطة. والفكرة كلها في طريقة علاج المشكلة، واللي لو ما اتعالجتش وعدينا لبعض هتسيب العلامة اللي ممكن تدمر كل اللي بنيته. والخيانة، الخيانة ده سؤال جميل بالنسبة لي. الخيانة عمرها ما كانت حل للمشاكل اللي بينك انت وشريك حياتك، وطالما اخترت فهي اما تكون قد اختيارك وتحاول تثبت لنفسك انك صح، يا اما تعترف ان اختيارك غلط وتختار من جديد، او تبطل تختار في اسوأ الظروف. ممكن استغنى عن الحب لان عيشت نفسي على امل كذاب وقلت اكيد اللي حبيتهم هيرجعوا، بس الحب زي الموت، لو خلص وقتك مفيش فرصة للرجوع. ولو سألتني عن جملة تلخص الحب، هقولك ان الشوك مؤلم ولكن الورد شكله جميل. ولو قلت لي خليها كلمة، هقولك الحب اسود.